السلام عليكم حبايبي الغاليين. اوعى تفكر واوعى تتخيل ان انت لما بتدفع فلوس لاي خدمه ان انت كده بتوفي الخدمه بتاعتك، وبالذات الخدمات التعليميه. اي حد بيروح عند اي استاذ او اي دكتور بيتعلم منه اي حاجه، مفروض الاستاذ او الدكتور ده هو اللي بيقدم له حاجه، هو الشخص التاني اللي محتاجها. فمهما تقدم من فلوس ده كله ما بيعادلش دقيقة واحدة أو فكرة واحدة من عند الأستاذ ده أو الدكتور ده. يا جماعة، ما نفهمش إن أنت بتشتري سلعة. لا، تعليم إنجليزي، تعليم عربي، تعليم أي أشرف مهنة في الدنيا كلها هي مهنة المعلم، والأنبياء كانوا معلمين. ناخد بالنا، ما تقوليش أنا بدفع فلوس وعاوز خدمة، لأن أنت مش بتشتري كوسة ولا بصل ولا طماطم. يعني انت المفروض تقدر الشخص اللي انت رايح له وتشيله فوق دماغك، بغض النظر عن انك بتدفع او ما بتدفعش. اتمنى تكون الرساله وصلت للناس كلها. انت رايح تطلب خدمه تعليميه، يبقى انت رايح تقول للناس دي انا محتاج ان انت تعلمني. تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.